بيقولوا ان الجواز نص الدين، بس عمر كان شايف حاجه مختلفه تماما. كان شايف ان الشغل هو نص الدين، هو نصه 3/4 والدين كله كمان. عمر شاب مصري بيشتغل مهندس، عنده 34 سنه. بيحكي بيقول انه من هو صغير وهو حاطط في دماغه انا عايز اشتغل في الشركه الفلانيه، شركه معينه كده، شركه من شركات الاغذيه الكبيره المشهوره المعروفه في مصر يعني، يمكن اكبر شركه كمان. فالراجل حاطط في دماغه هدف، انا عايز اشتغل فيها، عايز اشتغل في قسم الميكانيكا في الشركه دي. فكان ان هو طالب في ثانويه عامه انا عايز ادخل هندسه عشان اتخصص في قسم الميكانيكا عشان اشتغل في الشركه دي. خطه طويله الامد كده، مش كتير مننا بيعملوها يعني. ساعده في كده برضه ان والده ووالدته كانوا داعمينه بشكل كامل انه يحقق الحلم بتاعه، ففضل مركز في الحلم بتاعه لحد ما نجح ان هو يحققه. كانت والدته فاكره انه بمجرد ما يشتغل في الشركه اللي بيحلم بيها دي خلاص بقى يلا فرحنا بيك بقى، عايزين نشوفك عريس، اتجوز يعني فرحنا، اخوك الصغير لسه قدامه كتير، انت كبرت اهو ودخلت الكليه اللي انت عايزها ودخلت كمان الشغل اللي انت عايزه فيلا. قال لهم لا انا عايز اثبت نفسي في الشغل. يا ابني العمر بيجري، لا انا عايز اثبت نفسي في الشغل، عايز اكون رقم 1 في الشغل. عمل كده فعلا، طنش خالص فكره الجواز، قعد مكمل 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 في الشغل بتاعه لحد ما وصل فيه منصب كويس جدا. وصل اقصى منصب ينفع يوصله اصلا في سنه يعني. لازم بعد كده خلاص بقى انت ايه تجاوزت كذا حد، بس خلاص بقى هنا بقى المعيار السني هيجبرك انك تفضل واقف. ففضل يعني موجود، اترقى منصب جميل جدا وكويس جدا ما حدش وصل له في السن ده يعني. عمر عنده اخت اكبر منه متجوزه وعايشه بره مصر. بس احنا بقى عايزين نفرح بالولد، الولد بقى اللي هيجيب بقى اللي هيتجوز ويخلف فيجيب حد يشيل اسم العيله. عارفين انتوا الافكار لسه موجوده في كتير من بيوتنا دي. لحد ما جت لحظه كده والدته وقفت معاه موقف فاصل هي ووالده. بص يا ابني لازم تتجوز، انا ووالدك مش ضامنين عمرنا، لازم تتجوز، عايزين نفرح بيك. ضغط 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 ضغط. هو كمان لما قعد كده بينه وبنفسه كده وفكر قال خلاص يعني انا وصلت في سن دلوقتي 34 سنه داخل على 35، فبالتالي مفيش اي منطق خالص انا اتاخر عن كده يعني. مش انا هراضيهم وهتجوز، بس برضو بعقليتي العمليه انا عايز اختار واحده تكون فعلا مناسبه ليا. طب مناسبه ليك ازاي يعني؟ واحده تكون بتحب الطموح، واحده مش عايزه تبقى ست بيت وخلاص، لا تكون فاهمه ان انا عندي حلم، ان انا عايز انجح، ان انا حط مجموعه شروط كده معينه. ووالدته بدات تدور له، وهو كمان بدا يدور بعينه بقى، بدات تبص في الناس اللي حواليه يمين وشمال في المصنع، هنا 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 هنا، لغايه ما في الشركه اللي هو بيشتغل فيها والمصنع يعني شاف البنت اللي هو بيدور عليها او شاف الست اللي هو بيدور عليها. واحده بنت سنها زي سنه بالظبط، هما الاثنين نفس العمر بالظبط تحديدا يعني. في عرف ناس ممكن تعتبر كبيره يعني، فهو حتى بيقول كده، بيقول في عرف ناس كان ممكن تعتبر كبيره. لما سالت عنها، لما هو سال عنها لقى ان هي كانت متجوزه وليها تجربه قبل كده. ده ما كانش عائق خالص بالنسبه لعمر، وكان شايف ان الموضوع عادي مفيش مشكله، ايه يعني اتجوزت وانفصلت مفيش مشكله عادي. بس انا عجباني دماغها، الدماغ دي عجباني. بنت محترمه جميله مؤدبه في حالها، محدش سمع عنها اي مشكله، شاطره جدا 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 في شغلها، عندها طموح، عندها خطه. كلمه خطه دي مكررها في الرساله مثلا بتاع 7-8 مرات. هو محدد قوي عمر ومنظم يعني. المهم راح قال لوالدته وقال لوالده، اعترضوا في الاول وبعد كده ايه يا ابني انت هتكون مبسوط؟ خلاص يا ابني اتجوز يلا انت حر. تمام. اتخطب البنت، اتخطبوا هما الاثنين. وبيقول لي ان يعني رغم ان احنا عمليين احنا الاثنين، بس الحب بتاعي جواها وحبها هي جوايا بدا يكبر لدرجه ان مثلا تضاعف على الاقل 100 مره في 3 شهور خطوبه. بقوا يحبوا بعض جدا جدا فوق ما تتخيلوا يعني. لحد ما في يوم من الايام قاعدين هما الاثنين في كافيه، فالكلام جاب بعضه، فهو بيدردش معاها بيسالها عن حاجه في التجربه السابقه يعني في الجوازه اللي قبل كده. فردت معاه يعني، فتحت قلبها وراحت حكيه معاه، حكت له عن تفاصيل كانت موجوده في الجوازه اللي قبل كده. تفاصيل هو بيقول حتى تفاصيل يعني صعبه جدا، صعبه لدرجه ان انا عيطت وهي بتحكي. يعني انت ازاي استحملتي ده كله؟ ازاي استحملتي القرف ده كله من الراجل المقرف ده؟ وازاي كذا وازاي كذا؟ ففتحت له قلبها وحكت، وهو اتاثر جدا جدا، وده يمكن قوى العلاقه بينهم اكتر واكتر. تعدي فتره على القصه دي او على الموضوع ده، يعدي كده كام اسبوع، تكون خطيبته يعني اسمها علا بتزورهم في البيت. فهو بيتعب شويه يعني، بيجي له مغص يعني، فبيدخل الحمام فبيسيب موبايله على الترابيزه. فالموبايل فيه رسائل واتساب كتير بتتبعت. فهو بيقول لها من جوه، بيقول لعلا من جوه بص يعني على شوف مين ده وردي عليه يعني. هو بيثق فيها ومديها حتى الباسورد بتاع الموبايل يعني. فهي فتحت الموبايل لقيت ان اخته اللي بتبعت له، قالت له دي فاطمه بتبعت. طب ردي عليها قولي لها اي حاجه.
بس اقول لها انا في الحمام وتعبان، فبيكلمها من جوه يعني. راحت فتحت الموبايل فبترد على فاطمه اللي هي اخت خطيبها. فعينيها جت كده في الرسائل اللي قبل كده، شافت ان عمر حكى بالتفصيل لاخته فاطمه عن الحاجات والاسرار والتفاصيل اللي كانت حكتها له علا عن جوازتها اللي قبل كده. الموضوع كان عامل كده كانه سكينه اتدبت في قلب البنت يعني. هو عمر عشان عارف فداحه الموقف، هو اللي بيقول كده، هو اللي بيقول كانه كان سكينه اتدبت. شافت الرسائل راحت سايبه الموبايل وراحت مشيت. هو خرج من الحمام، والدته كانت موجوده في اوضتها، بيبص ما لقاش خطيبته، ايه ده، بيكلمها ما بتردش، يمين شمال ما بتردش. المهم فين وفين لغايه ما في الاخر عرف يتواصل معاها على الواتساب. فراحت قالت له انا شفت كل حاجه، وشفت ان انت حكيت لفاطمه عن كل حاجه في علاقتي، وانت ما كانش من حقك انك تحكي، انا حكيت لك عشان استأمنتك، فتروح انت مخلي الموضوع بتاعي مشاع وتقعد تحكي في تفاصيل انا حكيت لك عن ليه يعني ليه انت كسرت ثقتي فيك يا عمر، وللاسف ده مش هينفع يرجع تاني يتصلح. وقعدت مصممه وراسها والف سيف ان هي ما ترجعش. قال يمكن يومين ثلاثه وتهدى، اسبوع والتاني وتهدى، مفيش. وخدت اجازه بدون مرتب من الشغل، ما بقتش تروح الشغل خالص اصلا. حاول يخلي كذا حد يدخل يتوسط، مفيش خالص فايده. راح لعمتها اللي هو عارف ان هي بتعزها، علا بتعز عمتها اكتر حتى من ابوها وامها. خد عمتها وراح حكى لها، عمتها تفهمت موقف عمر وخدت عمر وراحوا البيت عندها. البنت اصلا ما رضتش تطلع تقابلهم اساسا، والكلمتين بس اللي قالتهم لعمتها: يا عمتي عمر كسر ثقتي فيه، ودي تمنها مش قليل، لان انا ثقتي فيه ما كانتش قليله، فما ينفعش تمن كسرها يكون قليل، ما ينفعش. فضلت مصممه. هو بيقول لي هتجنن يعني، بيقول لي ان انا مش مستحيل، انا شهر كامل بجري وراها عشان اصالحها وعشان اقول لها خلاص، رافضه تماما. فحتى في نهايه الرساله بيقول طب هو من المنطقي ان حد يذبح حد ويطير رقبته وينهيه كده خالص من حياته لمجرد ان هو عمل غلطه ولا لا؟ بس هي المشكله يا عمر انها مش غلطه عاديه، المشكله انها غلطه متعلقه باهم عنصر اي حد فينا بيدور فيه في الطرف الثاني: الثقه. انت كسرت الثقه، وزي ما هي قالت لك ثقتي فيك غاليه، فما ينفعش تمن كسرها يبقى رخيص. اهم بنود ثقتي فيك انك تكون مقدرها ومش زي اللي سبقوك. الثقه عامله زي الاستيكه، مع كل غلطه بتصغر شويه بشويه بشويه لحد ما بتختفي. ثقه فلان فيك امانه تقيله، لو مش قدها ما تقبلش تشيلها من الاساس. ويليام شكسبير قال: رحيل الثقه اصعب من رحيل الاشخاص. والكاتبه الكويتيه بدريه مبارك بتقول: لا تقتل الثقه بداخلي ثم تطلب مني اعاده ترميمها، هذا محال، فاني لا احيي الموتى.